ولم أكن أتوقع أن تجد صدى لدى بعض من حضروا هذا اللقاء، حيث إن هذه القصة كلفتني شغلا إضافيا، وهي قصة ربان أمريكي كابتن لباخرة جنحت غير بعيد عن وادي بو أو كاب بلون كما كان يسمى، واضطر الربان الذين استلموا بأنفسهم إلى أن ينزلوا البر، وتم طبعا اقتبالهم من عناصر من قبائل ولاد بوسبا، وعاشوا بين ظهرانيهم ما شاء الله أن يعيشوا أكثر من 10 سنوات، وأحسنوا بهم إلى أن جاء واحد من بني بوسبا من ربوع مراكش فأخذهم معه وسرحهم، وعادوا إلى الولايات المتحدة. كتب جيمس رايلي كتابا عن تجربته تلك، وكان مما قال هو أن هؤلاء أحسنوا بهم، وأن الصورة التي تسود عن هؤلاء الذين يعيشون بأنهم متبربرون، برب همج، والحقيقة شيء آخر، وأن هؤلاء يحسنون بعبيدهم ويعتبرونهم جزءا منهم، على خلاف ما كانت عليه الولايات المتحدة في تعاملها مع السود. وكان أن قرأ مرشح أمريكي للرئاسة اسمه أبراهام لينكولن هذا الكتاب، وكان أول شيء قام به حينما تولى شؤون الولايات المتحدة هو أن أعتق السود الأمريكيين تحت تأثير هذا الكتاب.